بيبدأ فيلمنا النهاردة مع عيلة جميلة مكونة من الأم كريستي والأب كيفن وبناتهم التلاتة، آبي ودي الكبيرة وآنا ودي المتوسطة وآخر العنقود اسمها آدلين. وحاليا بنشوف العيلة كلهم بيروحوا سوا لكنيسة المدينة وبيحضروا حفلة كده لمغني، وبعدين بيحضروا محاضرة للقس سكوت. وبعد ما بتخلص المحاضرة بيروحوا كلهم لبيت كريستي وكيفن لأنهم بيكونوا عاملين حفلة. وفي وسط الحفلة بيتكلم القس سكوت مع الموجودين وبيعرفوا ان كيفن فتح العيادة بتاعته لعلاج الحيوانات، وده لانه اصلا طبيب بيطري. وبيفضل سكوت يشجع الكل يبقوا يودوا حيواناتهم المريضة عنده. في نفس الوقت ده كانت صديقة كريستي وجارتها بتتكلم معاها وبتسأل ازاي كيفن جاب العيادة دي، فعرفتها كريستي انهم اخدوا كارد بضمان بيتهم، وبالتالي لو العيادة خسرت فهم خسروا بيتهم. وبالليل بنشوف كريستي بتعدي على بناتها واحدة واحدة عشان تطمن عليهم، وبعد كده بتدخل تنام، ولكنها مش بتلحق تنام بسبب ان آنا بتكون تعبانة وبتفضل ترجع. وبنعرف ان آنا تعبانة بقالها مدة كبيرة. وتاني يوم بيروح كيفن وكريستي ومعاهم آنا لدكتور كده مشهور علشان يشخص حالة آنا، وبيعرفهم الدكتور ان آنا عندها حساسية من اللبن، وده هو اللي تعبها جدا، والافضل ان هي متشربش لبن تاني وهتبقى كويسة. ووقتها بيفرح كيفن وكريستي لان الموضوع طلع بسيط، وبيقرروا فعلا ما يشربوش آنا اي لبن تاني. ولحد هنا الدنيا تمام، ولكن اللي مش تمام بقى ان تاني يوم بالليل برضو بتتعب وبطنها بتكون وجعها جدا، وعلى طول بياخدها كيفن وكريستي وبيروحوا للمستشفى. وبيجي دكتور شاب كده يكشف عليها، وبيعرفهم الدكتور ده ان آنا عندها بس ارتجاع مريء وهتبقى كويسة. بس كريستي مش بتقتنع بتشخيص الدكتور ده، فبتطلب ان حد تاني يكشف عليها. فبيجي فعلا رئيس الدكتور ده واللي بيبقى دكتور كبير جدا، وبيعرف كيفن وكريستي انه بص على ملف آنا واكتشف ان عندها انسداد في بعض الامعاء، وبالتالي لازم تعمل عملية. فبتزعل كريستي جدا، ولكنهم بيقرروا يعملوا لآنا العملية. وبنشوف ان سكوت وكل جيرانهم بيجوا علشان يكونوا جنبهم في المحنة دي. ولما بتخلص العملية بيروح كيفن وكريستي يتكلموا مع الدكتور، وعرفهم الدكتور حاليا بقى اخبار مش حلوة نهائي، لان الدكتور عرفهم ان آنا عندها مشكلة في كل امعائها، ولازم كمان تاكل باستخدام الأنبوب، ولازم كمان تتابع مع دكتور متخصص أكتر منه في موضوع الأمعاء ده. وبيرشح لهم دكتور بحيث يشوف حل لآنا، هل هيركب لها الأنبوبة دي في معدتها بشكل دايم ولا إيه بالظبط. وطبعا الكلام ده بينزل على كريستي وكيفن زي الصعقة، ولكنهم برضو بيقرروا إنهم ما ييأسوش. وتاني يوم بقى بنشوف آنا قاعدة مع الكل على الأكل، وطبعا بتكون حاطة الأنبوبة عشان تاكل، وحالتها النفسية بتبقى وحشة جدا. والمشكلة الأكبر إن آنا بدأت بطنها تنتفخ كده بسبب مرضها، وده بيعمل لها إحراج وهي في المدرسة، وبتقعد دايما مكسوفة زي ما احنا شايفين كده. وفي الأثناء دي بنشوف إن كريستي بتفضل تحاول تتواصل مع الدكتور بتاع الأمعاء بحيث تكشف لآنا عنده، ولكنها مش بتقدر تاخد ميعاد معاه. فبتتصل بالدكتور اللي رشح لها دكتور الأمعاء، وبتطلب منه يتواصل مع الدكتور ده بحيث يقابلهم قريب. وبالفعل بيوافق الدكتور. بعدها بنشوف كريستي محبطة جدا ومش عارفة هتعمل ايه. في نفس اليوم ده بيرجع كيفن للبيت، وبيكون جايب معاه كلب لآنا عشان تسلي وقتها ونفسيتها تتحسن، لأنها بتحب الكلاب جدا. ولكن الموضوع ده بيضايق كريستي، واللي بتتكلم مع كيفن وبتعرفه انه لما يصرف فلوس على الكلاب علشان يحسن نفسية آنا فده مش حل، والحل انهم يشوفوا دكتور ويتصرف ويحل المشكلة بتاعت آنا. فبيوافق كيفن على كلامها وبيوعدها انه مش هيعمل كده تاني. وتاني يوم بيروح العيلة كلها للكنيسة كالعادة، وبعد ما بتخلص محاضرة القس سكوت بيكون في 3 جيران كريستي بيتكلموا مع كريستي وبيعرفوها ان بنتها ممكن تكون تعبانة بسبب ان كريستي او كيفن بيعملوا ذنب وربنا بيعاقبه في بنتهم، ولازم كمان يراجعوا نفسهم ويتوبوا عن الذنب ده. لا ده كمان البجحين مش بيقفوا عن كده، ده بيعرفوا كريستي كمان ان بنتها آنا نفسها ممكن تكون عاملة ذنب ولازم تتوب عنه. ووقتها بتتصدم كريستي من كلامهم وبتسيبهم وبتمشي من غير ولا كلمة. وبعدها بترجع كريستي للبيت وبتتكلم مع كيفن، وبتكون مش طايقة نفسها، وبتعرفه ان هي عايزة ترجع للناس دول وتتخانق معاهم، ولكن كيفن بيهديها بالعافية. وبعد كده بتقعد كريستي مع بنتها آبي، وبتعرف آبي في الوقت ده ان هي خايفة جدا لان هي حاسة ان آنا هتموت وهما مش بيعملوا لها اي حاجة. ووقتها اتأثرت كريستي بالكلام ده فقررت تتصرف، وبالتالي بتروح لكيفن بتعرفه ان هي ناوية تسافر لبوسطن وبأي شكل
هتقابل دكتور الأمعاء ده اللي هو بيكون اسمه سام، لأنهم لو فضلوا مستنيينه يفضي عنده ميعاد فممكن آنا تموت في أي وقت. فبيوافق كيفن على كلامها، وتاني يوم بتسافر كريستي ومعاها آنا فعلا لبوسطن، وبيروحوا كمان على المركز الطبي بتاع دكتور سام. وحاليا بتتكلم كريستي مع موظفة الاستقبال، وبتعرف الموظفة إن هي عايزة تكشف لبنتها آن بأي شكل، وده لأنها تعبانة جدا وممكن تموت في أي وقت حرفيا لو ما تلحقتش. ولكن الموظفة ولا بيفرق معاها الكلام ده كله، وكمان بتمنعهم إن هم يدخلوا للدكتور. وهنا بتتأثر كريستي وبتفضل تبكي بحرقة شديدة، وبتفضل تتحايل على الموظفة تدخلها في مشهد مؤثر جدا، لدرجة إن الممرضة نفسها بتكون هتعيط، وبتصعب كريستي وآنا عليها. فبتوعدهم إن هي هتشوف لها ميعاد قريب جدا. فبتشكرها كريستي وهي محبطة، وبتاخد آنا وبتمشي. وبعد كده بتروح كريستي وآنا المطعم، وبتكون كريستي حزينة مش عارفة هتعمل ايه. وفي الوقت ده بتوقع آنا كوباية كده كانت على الترابيزة، فبتيجي واحدة من اللي شغالين في المطعم اسمها أنجيلا، وبتبدأ تنظف المكان. وبتاخد أنجيلا بالها من بطن آنا، فبتعرف إنها مريضة وبتتأثر جدا، وبتقرر إن هي تفرح آنا. فبتعرض على آنا وكريستي إن هي تخرجهم كده في بوسطن وتفرجهم على المدينة. وفعلا بعد شوية بتروح لهم أنجيلا وبتاخدهم في عربيتها وبتلف بيهم في المدينة كلها. ده غير إن هي بتوديهم حوض الأسماك الضخمة اللي المدينة مشهورة بيه. وبتكون آنا مبسوطة جدا وفعلا نفسيتها بتتحسن شوية. ولحسن الحظ إن أثناء الخروجة دي جت مكالمة لكريستينا تبع دكتور سام، وعرفوها إن دكتور سام هيقدر يكشف على آنا بكرة. ففرحت كريستي جدا وبتفضل تشكرهم. وتاني يوم بتروح آنا وكريستي لدكتور سام، واللي بيبدأ يعمل فحوصات وإشعاعات كالمعتاد يعني. وفي النهاية بيقعد سام يتكلم مع كريستي، وبيعرف سام كريستي إن للأسف حالة بنتها وحشة جدا، لأن آنا شبه بتعاني من شلل في الجهاز الهضمي، والهضم عندها بقى شبه مستحيل، وهتفضل تعاني من المرض ده للأسف طول حياتها. بس يعني بيعرفها سام إن في حل ممكن يجيب نتيجة، وهو علاج كده بينتجه المركز هنا. المفروض يعني إن الناس اللي حالتها زي آنا كده بياخدوا من الدواء ده، وبيقدروا إلى حد ما ياكلوا ويشربوا من غير ما يضطروا يستخدموا الأنبوبة. وأي نعم الدواء ده هيكون ليه آثار جانبية زي مثلا الصداع والغثيان، ولكن قضى أخف من قضى. وبيعرف سام كريستي إن هي هتحتاج تيجي كل 6 أسابيع تقريبا لبوسطن علشان سام يكشف على آنا، وعلى طول بتوافق كريستي. ترجع كريستي لتكساس من تاني اللي هي المدينة بتاعتهم، وبتروح كريستي لجوزها كيفن في مكان الشغل بتاعه، وبتعرفوا إن الفترة الجاية محتاجين فلوس أكتر علشان علاجات آنا الجديدة، ده غير كمان تكاليف السفر كل شوية لبوسطن. وبتسأل بقى هتدبر الفلوس دي منين، وأصلا العيادة لسه ما مشيتش ولا حد عرفها. فبيقول لها كيفن إنه هيعمل كل حاجة علشان يقدر يعالج بنته، حتى لو هيشتغل 3 شغلانات. وبيعرفها إنه عنده إيمان كبير جدا في الرب إنه هيقدر يعالج بنته، مش هيكون كمان في أي مشاكل في الفلوس. ووقتها كلام كيفن ده بيعصب كريستي، واللي بيعرف كيفن إن هي خلاص بقت فاقدة إيمانها في كل حاجة من وقت ما بنتها تعبت، لدرجة إن هي حتى ما بقتش قادرة تصلي زي زمان. وطبعا بيتصدم كيفن إن مراته اتغيرت قوي كده، وبيقول لها إن هي تروح تقعد مع القس سكوت شوية وتدردش معاه. فبتوافق كريستي، وفعلا مش بتضيع وقت وبتروح للقس سكوت في الكنيسة، وبتفضل تدردش معاه، وبيفضل القس سكوت يشجعها وبيحسن كمان من نفسيتها. وبعد كده بنشوف إن كريستي بتفضل تتابع مع الدكتور سام ورايحة جاية على بوسطن على أمل إن بنتها تخف. بس المشكلة إن بعد فترة كبيرة بنشوف دكتور سام بيكشف على آنا، وللأسف بيكتشف إن حالة آنا مش بتتحسن. فبياخد سام كريستي وبيتكلم معاها، وبيعرفها إن حالة آنا للأسف مش بتتحسن، وده معناه إن هي محتاجة تقعد هنا فترة ويعمل لها فحوصات بحيث يقدر يحدد إيه علاجها بالظبط. وهنا بتوافق كريستي وهي مضطرة. في نفس الوقت ده كانت آنا قاعدة مع بنت كده مريضة زيها في المركز اسمها هالي، وبتتعرف هي وهالي على بعض، وبتفضل تحكي لها كمان عن ربنا، وإن هي مش خايفة من مرضها، وحاسة كمان إن ربنا هيشفيها وكل الكلام ده. وبتحس بالأمل رغم إن هي مريضة بالسرطان وفي مرحلة كمان خطيرة جدا. وبعد كده بيجي سام وكريستي وبياخدوا آنا للفحوصات، وبعد شوية بيوصل بين أبو الطفلة هالي، وبيقعد يتكلم مع هالي وبتفضل تحكي له عن كلام آنا والكلام اللي قالته آنا عن ربنا. بس بيبان إن بين مش بيعجبه الكلام ده. وبعد شوية بتوصل آنا وكريستي لأنهم خلصوا الفحوصات، وبتجيب آنا صليب كده وبتديه لصاحبتها هالي. وهنا بقى بين بيجيب آخره، فبياخد كريستي وبيتكلم معاها وبيعرفها إن مراته ماتت بسبب مرض السرطان، وحاليا بنته كمان مريضة بيه وهتموت، وبالتالي هو مبقاش يؤمن بأي حاجة. وبيطلب من كريستي تبعد بنتها عن بنته علشان ما تفضلش تملى راسها بالخرافات دي والعياذ بالله طبعا.
فطبعا بتوافق كريستي وبتسكت. على الناحية التانية بنشوف كيفن بيروح للبيت، وبتكون بنته آبي مستنياه، وبتكون آبي زعلانة جدا، وده لأنه ما ودهاش الماتش بتاعها النهاردة، وراح عليها ماتش مهم جدا مع فريقها. وبالمناسبة هي بتلعب كرة قدم. المهم بتفضل آبي تعاتب أبوها إنه نسي ماتش زي ده، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيروح لها كيفن الأوضة بتاعتها وبيحاول يصالحها، فبتعرفه آبي إن هي مش زعلانة منه خالص، ولكنها بس مش حابة الحياة كده من غير أمها وأختها. فبيتضايق كيفن، وعلشان كده تاني يوم بياخد آبي وأدلين للمطار بحيث يسافروا على بوسطن. وللأسف الشديد ما بيكونش فيه فلوس في الفيزا، وبيكون كيفن هيتحرج جدا قدام بناته، ولكن الموظف اللي بيقطع التذاكر بيصعب عليه كيفن، فبيديله التذاكر علشان ما يحرجوش قدام بناته. فبيفرح كيفن وبياخد التذاكر وبيمشي. على الناحية التانية بنشوف إن آن حالتها النفسية بقت وحشة جدا لأنها مش بتخف، بس الحمد لله بيوصل كيفن وآبي وأدلين وبيكونوا سبب إن هما يحسنوا نفسيتها شوية، وبياخدوا آنا من المستشفى وبيمشوا، لأن الدكتور سام شايف إن هي محتاجة تقعد في بيتها أكتر، وده هيكون أحسن بالنسبة لها. المهم بقى في أول يوم في البيت الجديد بتجيلها أختها آبي وبتطلب منها إن هما يتسلقوا الشجرة، كانوا دايما بيتسلقوها، فبتوافق آنا وبتروح مع آبي تتسلق شجرة. ولكن المشكلة بقى إن آنا بتقع جوه الشجرة، وطبعا بتتصدم آبي لما بتشوفها كده، وعلى طول بتروح تجيب أبوها وأمها، واللي طبعا بيجوا بيشوفوا بنتهم كده وبيكونوا مصدومين جدا، ومعداش عليهم وقت طويل والمكان اتملى بالشرطة والإغاثة علشان يخرجوا آنا، ولأن آنا وقعت جوه الشجرة نفسها فكان خروجها صعب جدا. ولكن بعد محاولات كتيرة بيقدروا يخرجوها من الشجرة، وبتكون فاقدة الوعي، بس بيكشفوا عليها وبتكون بخير وبتقدر تتنفس، وطبعا ده بيفرح الكل جدا. وبعدها اتنقلت آنا للمستشفى، وكانت كريستي وكيفن مستنيينها وهم على أعصابهم. ومعداش كتير وبيجي لهم الدكتور، وبيعرفهم الدكتور إن بنتهم آنا زي الفل وما حصلهاش أي حاجة، وبيعرفهم الدكتور إن دي معجزة حرفيا، لأن وقعة زي اللي وقعتها آنا دي كانت كفيلة تموتها أو تجيب لها شلل مثلا، ولكنها طلعت منها حالتها أحسن من الأول، ودي حاجة أول مرة الدكتور نفسه يشوفها، وعلشان كده بيكون متفاجئ جدا. أما كريستي وكيفن فطبعا الفرحة مش بتساهم، والحمد لله بتروح آنا معاهم للبيت، ومن أول لحظة لآنا في البيت بتلاحظ كريستي وكيفن اللي حالتها أحسن بكتير جدا، لأنهم بيكونوا شايفينها عمالة تلعب ومش بتشتكي من أي ألم، وده غريب بصراحة. ولكن الأغرب بقى إنه كريستي مع آنا بتقول لها إن أنا هخف، لأن هو قال لي كده لما كنت على الشجرة. وطبعا مش بتفهم كريستي حاجة، فبتجيب كيفن وبيقعدوا مع آنا وبيطلبوا منها تشرح لهم بقى يعني إيه هو قال لها وهي في الشجرة إن هي هتخف. فآنا بتحكي لهم وبتعرفهم إن هي لما وقعت في الشجرة مغمى عليها حصل لها حاجة غريبة جدا، لأنها فجأة لقت روحها خرجت بره جسمها وبقت قادرة تشوف جسمها قدامها. وشافت آنا في الوقت ده فراشة جميلة فلمستها، وعلى طول اتنقلت لعالم تاني شكله غريب وجميل جدا. وبدأت آنا تسمع صوت جاي من السما وبيقول لها كمان انتي هتخفي. وفعلا لما فاقت لقت نفسها خفت وبقت كويسة. وبتخلص آنا كلامها، وبيكون كيفن وكريستي مش مصدقين نفسهم، لأن حرفيا اللي حصل مع بنتهم ده معجزة محدش يقدر يتخيلها، لدرجة إن كريستي ما بقتش مصدقة نفسها، فراحت على طول لدكتور سام وخلته يعمل فحوصات لآنا تاني. وطبعا كان متفاجئ جدا، وعرف كريستي إن آنا بنتها بشكل مش مفهوم خفت تماما وما بقاش عندها أي عرض حتى من أعراض المرض. فبتفرح قوي كريستي وبتشكر سام جدا على كل اللي عمله معاها، وكمان بتشكر كل اللي كانوا في المركز الطبي ده وساعدوها كمان في رحلة علاج بنتها. وقبل ما تمشي كريستي من بوسطن مش بتنسى تروح تودع أنجيلا. وبعد فترة من ده كله بنشوف بين أبو هالي، لو تفتكروا كده كان قاعد بيتفرج على برنامج جايب آنا وبيحكي قصتها، وبيقولوا في البرنامج إن البنت دي معجزة لأن ربنا كلمها وبعد كده خفت وبقت كويسة. وطبعا ده بيرجع لبين إيمانه اللي كان فقده قبل كده. وتاني يوم بنشوف كريستي وكل العيلة في الكنيسة، وحاليا بيتكلم القس سكوت مع كل اللي موجودين عن المعجزات، وإن المعجزات بتحصل فعلا لو عندنا بس إيمان في ربنا. وبيعرف سكوت كل اللي كانوا موجودين إن دلوقتي بقى كريستي هتتكلم عن المعجزة اللي حصلت لبنتها. وفعلا بتطلع كريستي وبتتكلم وبتفضل تحكي للناس عن تجربتها بالكامل. بس وسط ما كريستي كانت بتحكي، الناس اللي كانوا بيرخموا عليها قبل كده وضايقوها في الكنيسة بيقطعوها وبيقولوا لها كمان إن هي إن هم مش مصدقين كلامها وإنها عاملة تمثيلية. وقبل حتى ما كريستي ترد عليهم بيطلع بين من وسط الحضور وبيتكلم وبيعرف الناس إنه شاف آنا وهي مريضة وكان متأكد إن هي هتموت، ولكن بسبب إيمانها حصل لها معجزة وعاشت. وبالفعل بيعرف بين الكل إنه كان شخص دايما فاقد إيمانه، وللأسف بنته هالي ماتت، وده كان مخلي بين يفقد إيمانه أكتر، ولكنه حاليا بعد ما شاف آنا بقى عنده إيمان كبير جدا في ربنا. ولما بيخلص بين كلامه
الناس كلها بتتأثر بيه، وبتفضل كريستي وآنا يعزوه وبيواسوه. لغاية هنا بينتهي فيلمنا. واللي عايزك تعرفه يا صديقي إن الفيلم ده حقيقي بالكامل، وفعلا القصة دي حصلت زي ما هي كده. البنت اسمها آنا وعيلتها. فيعني من الآخر كده اوعوا تفقدوا الأمل في ربنا، لأن حتى المعجزات بتحصل لو احنا عندنا إيمان بربنا بس. وبس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده عشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.